هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. أبطال برايمري 3 أهلا بيكم، مكملين مع بعض شرح ديسكفر للترم التاني، واحنا دلوقتي مكملين في ثيم 4. هنبدأ نتكلم في شابتر 2. شابتر 2 اسمه connecting people، يعني التواصل بين الناس. وهنبدأ في الشابتر ده نتعرف على الطرق المختلفة للتواصل ما بين الناس وبعض، وهنعرف يعني ايه تكنولوجي، وهنعرف ازاي التكنولوجي دي اتغيرت على مدار الوقت من زمان لحد دلوقتي، بالاخص في وسائل الاتصال وكمان في وسائل النقل اللي هي الترانسبورتيشن. وهنعرف كمان ايه فوائد وسائل النقل المختلفة اللي سهلت على الناس حياتها في حاجات كتير جدا، زي التنقل من مكان لمكان وكمان نقل البضائع. ومن خلال كلامنا هنعرف انواع البضائع المختلفة، وكمان هنعرف يعني ايه التجارة وازاي تطورت عبر الزمن. وهنبدأ كلامنا بالconnecting people، يعني التواصل ما بين الناس. واحنا ربنا خلقنا في الارض ان احنا يكون لينا وسائل تواصل بيننا وبين بعض، وطبعا اكيد لينا كلنا قرايب في حتت تانية بعيدة وبنحب نكون على تواصل دايما معاهم. فتعالوا نشوف مع بعض الحوار اللي حاصل ما بين امجد وابن عمه احمد. وامجد ده عايش في محافظة اسكندرية، واحمد عايش في القاهرة. فامجد بيتصل باحمد وبيقول له ازيك، اخبارك ايه؟ انا طبعا نفسي اشوفك، ولكن بعد المسافة ما بين المحافظتين مخليني مش قادر اشوفك باستمرار. فهنا الصعوبة في التواصل ما بين الاتنين ان المسافة ما بين البلدين بعيدة، يعني في ما بينهم long distance. فامجد بيعزم احمد، بيقول له ان انا عايزك تيجي تقضي اجازة معايا الاسبوع الجاي. فاحمد بيقول له هحاول ان شاء الله اجي الاسبوع الجاي، ولو جيت انا هكلمك. فهنا لاحظنا ان بعد المسافة هو اللي كان مشكلة في ان احمد وامجد مش قادرين يتقابلوا مع بعض. ومن هنا ظهرت التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال. فمن هنا بنقدر نعرف كلمة تكنولوجي. التكنولوجيا معناها اي اداة مصممة لحل المشكلات. فتكنولوجي it is a tool designed to solve a problem. زي ايه؟ التكنولوجي دي زي الكار، زي الموبايل، زي الكاميرا، زي التلفزيون، زي اللابتوب، وأمثلة كتير جدا جدا في حياتنا. طيب تعالوا نعرف التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال اللي هي الكوميونيكيشن. فطبعا التكنولوجيا لعبت دور مهم جدا في تطور وسائل الاتصال. فمثلا زمان جدا جدا الناس كانت بتتواصل مع بعض عن طريق كتابة الرسائل، وكانت بتكتب بالريشة. فأول حاجة معانا الكويل اللي هي الريشة، وبعد كده بدأ اختراع القلم اللي هو البن، فالناس بدأت تستخدم البن في الكتابة. بعد كده بدأت اختراع التايب رايتر اللي هي الآلة الكاتبة، ودي بالظبط زي الكيبورد بتاعت الكمبيوتر حاليا، لكن هي الحقيقة دلوقتي ما بقتش بتستخدم خالص. ثم تطور الأمر دلوقتي إلى الموبايل، إن أنت ممكن تكتب من خلال الموبايل وتطبع من خلال الموبايل كمان. يبقى ال development of communication كان من خلال الكويل then pen then typewriter then mobile. وطبعا لازم هنا الترتيب مهم جدا. طيب انت حاليا تقدر ازاي تتواصل مع كل الناس اللي حواليك؟ طبعا ابسط واسهل حاجة معاك هي الفون كول، انك تعمل مكالمة، وممكن كمان تعمل فيديو كول، وممكن كمان تبعت رسالة نصية سواء من الموبايل نفسه او من خلال اي سوشيال ميديا ابليكيشن زي الواتساب مثلا، ودي بتبقى اسمها تكست مسج. وممكن كمان تبعت ايميل sending an email. ده كده التطور في وسائل الاتصال. طيب لو جينا للترانسبورتيشن، ترانسبورتيشن اللي هو النقل، برضو التكنولوجي كان ليها دور مهم جدا في تطور وسائل النقل. ازاي؟ هنبدأها بوسيلة الانتقال عن طريق الكارت. الكارت اللي هي زي عربية كده بيجرها هورس مثلا، then البايسكل اللي هي العجلة، then جازولين كار اللي هي العربية اللي بتشتغل بالبنزين اللي هي معظمنا شغالين بيها حاليا. وبعد كده التطور التكنولوجي وصل للإلكتريك كار اللي هي العربية اللي بالكهرباء، بالظبط زي عربيات تسلا. اوه بنزين، الحمد لله سلام. نورت بلدك يا حبيبي. الف مبروك يا مان. نورت بيتك يا دفعة. البلد كانت مظلمة من غيرك يا ابني. ليه؟ هو كان مسافر ولا ايه؟ مبسوط انكم بخير يا جماعة. بنزين بنزين. اهلا، وصلت لحد فين يا اطلس؟ انت دلوقتي تقدر بالظبط. تنتقل من مكان لمكان، او تزور اصدقائك او اقاربك، او كمان تنقل بضاعة او خدمات من مكان لمكان عن طريق وسائل النقل المختلفة حاليا، زي الكار، زي الترين، كمان زي البلين.
وفي فعلا بضائع بنقدر نجيبها من بلاد تانية، ودي طبعا بتجيلنا من خلال النقل يا إما عن طريق البلين وممكن كمان عن طريق السفن اللي هي الشيبس. ولكن بالرغم من التطور التكنولوجي في وسائل النقل إلا أن كل وسيلة نقل كان ليها مميزات وعيوب. فمثلا الكارت الادفانتجز بتاعتها او المميزات بتاعتها ان هي كانت بتستخدم لنقل الباسنجرز الركاب وكمان الجودز البضائع. كمان كانت keeps the environment clean، كانت بتحافظ على البيئة لان هي ملهاش اي ملوثات تلوث البيئة. ولكن الديسادفانتج بتاعتها او العيوب بتاعتها ان هي كانت slower than the cars، يعني ابطأ من العربيات. كمان الهورس اللي كان بيجر العربية دي ممكن get tired over time، يعني مع مرور الوقت ممكن الهورس ده يتعب. طيب البايسكل مميزاتها طبعا ان هي برضو صديقة للبيئة keeps the environment clean. كمان هي increase the muscle strength، يعني بتقوي عضلات الجسم وانت بتسوق العجلة. طيب امال ايه الديسادفانتجز بتاعتها، عيوبها ايه؟ ان هي مصممة انها تحمل شخص او اتنين، يعني it is designed to carry 1 or 2 passengers. كمان it is slower than the cars، برضو هي أبطأ من العربية، ما نقدرش نروح بيها مشاوير بعيدة كتير. طيب الجازولين كار ايه الادفانتجز بتاعتها؟ طبعا هي fast سريعة، so we can move quickly from one place to another، نقدر نتحرك بسرعة من مكان للتاني. طيب الديسادفانتجز بتاعتها طبعا it causes air pollution and noise pollution. للأسف العربيات اللي بالبنزين خاصة بتسبب تلوث في الهواء وكمان بتسبب تلوث سمعي أو ضوضاء، يعني دوشة طول ما هي في الطريق. وكمان من عيوبها إنها غالية it is expensive. طيب الإلكتريك كار الادفانتجز بتاع الإلكتريك كار إن هي keeps the environment clean، برضو صديقة للبيئة، بتحافظ على البيئة لأن هي ما بتطلعش ملوثات للهواء. كمان it is fast، برضو سريعة so we can move quickly from one place to another. طيب وعيوبها الديسادفانتج بتاعتها ان هي more expensive than the gasoline car، طبعا هي غالية جدا جدا مقارنة بالعربية اللي بالبنزين. طيب هو اصلا ليه الناس محتاجين الترانسبورتيشن؟ طبعا الناس محتاجة الترانسبورتيشن او وسائل النقل علشان يا اما هي تنتقل من مكان لمكان يا اما تنقل بضائع خلال كل دول العالم. people use means of transportation to move from one place to another or to transport goods all around the world. ازاي مثلا؟ اول حاجة young people go to school by bus، الأولاد الصغيرة بيروحوا للسكول بتاعتهم من خلال الباص. كمان adult people need transportation to go to work، بيروحوا شغلهم برضو بوسائل النقل سواء الباص أو العربية. كمان people need transportation to visit friends and family، الناس كمان محتاجة وسائل النقل علشان تقدر تزور بعضها سواء أفراد العائلة أو الأصدقاء. وطبعا حاجة مهمة جدا هي نقل البضائع من المكان اللي اتصنعت فيه للمكان اللي هيتم بيعها فيه، يعني to move goods from where they are made to where they are sold. كاليفورنيا جايلك يا موتوركو أنا جايلك.